اهلا بحضراتكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي. واولى فقراتنا الحواريه فقره مميزه جدا مع واحد من نقادنا الرياضيين الكبار، واحد من الكتاب الصحفيين الكبار، ورئيس القسم الرياضي بجريده المصري اليوم، زميلنا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد شلقاوي. منورنا يا استاذ محمد. الله يخليك يا استاذ ايهاب. اخبارك ايه؟ وتحياتي لجمهور النادي الاهلي وكل جمهورك يعني اللي بيشوفك. وحشني. الله يخليك يا استاذ. استاذ محمد، نبدا منين؟ يعني بص، هو اللي غطى على ريال مدريد واتلتيكو الخناقه المؤسفه اللي حصلت بين الكابتن شوبير والكابتن احمد الطيب. يعني الناس قاعده بتتفرج على نهائي دوري ابطال اوروبا ومستمتعين بالاداء، مستمتعين. 5 قنوات، يعني 5 قنوات في قناه البين سبورت بتذيع ب5 تعليقات مختلفه. وده برضو بيدي لك ان التعليق المصري بقى ايه دلوقتي، والتعليق بره او الدول العربيه المعلقين فيها بقى شكلهم عامل ازاي. وفجاه الناس كلها صحيت او سهرت على ماتش ملاكمه. تعليق بره بيعلق على مباراه بيدخلش نفسه طرف فبيدخلش. بص، لازم نتفق ان التعليق في مصر تراجع بشكل كبير جدا. رغم ان مصر هي اللي بدات المساله. كابتن محمد لطيف، كابتن علي زيور، كابتن ابراهيم الجويني، ميمي الشربيني، حماده امام، محمود بكر، فطاحل، علاء الحمولي، فطاحل من الستينات، من ساعه طبعا الكابتن علي زيور الله يرحمه. هننسى ناس كتير. بص، الخال فهمي عمر من البدايه والاساس والاذاعه من الستينات من ساعه ما التلفزيون المصري بدأ سنة 1960. وعندنا شيوخ التعليق هم اللي نشروا المسألة طبعا في الوطن العربي. للأسف الشديد، كان في زمان يا أستاذ محمد اتحاد الإذاعات العربية كان بيعلق طبعا عليه، ده معلق مصري لغاية في التسعينات أو سنة 2000 على كل الإذاعات العربية بيبقى المعلق مصري. صحيح. بيقول لكل الإذاعات العربية. دلوقتي المسألة ما عادش، يعني لو عديت أول 3 معلقين لو نزلت الشارع هتلاقيهم عرب. طبعا ناس ممتازه. حتى الاطفال في مصر بيعلقوا، يعني بيقلدوا اللهجات التونسيه، اللهجه الخليجيه، اللهجه الجزائريه. بالزبط. كل واحد حسب المعلق اللي كده، لانه علم مع الناس. علي سعيد الكعبي بيقلدوا طبعا. وبعدين الناس دي علمت مع الوطن العربي من خلال الحياد بتاعهم والتعليق الموضوعي بتاعهم والافيهات الجميله اللي بتخش القلب. ما بتحسش بانحياز حد على حد، ما بتحسش بكلام بايخ بيتقال، فدخل قلوب الناس. لكن بقى يا استاذ محمد، انا واحد من الناس بقى هقول لك، وانا متابع ومشاهد، لا انا شفت ان في كلام بيتقال مقصود بفتنه ومقصود فيه اثاره في التعليق على الماتشات. بص، اكيد الماتش الشهير بتاع الزمالك وانبي هو اللي اثار المشكله بتعليق الكابتن احمد الطيب. اكيد النوايا ما كانتش فيه نوايا طيبه، بغض النظر عن ان هو ظاهره بيتكلم في عموميات ومطرب هنا ومطرب هناك. بالزبط. وطبعا ناحيه المطربين الشعبيين ناس زي المطربين يعني طبعا الظاهر شيء، ولكن اللي وصل للناس ما تقدرش تقنع ال90 مليون ان النوايا كانت انا لو بتفرج سليمة. والله ما عشان على قناه الاهلي هقول ان القصه فيها قصد، لكن الراجل طلع قال ما قصدتش خلاص. لا، حتى لو هو انا مش مصدقه. انا مش مصدقه. واقول لك على حاجه ثانيه، الكابتن احمد شوبير لما طلع في قناه النيل للرياضه بعد انتهاء المباراه على طول، وانا قلت الكلام دوت يوم الجمعه اللي فاتت قبل الخناقه في قناه الحياه، من حق احمد شوبير ان هو يطلع ينتقد شيء غلط هو شايفه، لانه في النهايه احمد شوبير اعلامي. احمد شوبير المفروض ان هو يعني بيأثر في الراي العام، بيقول ده غلط ده صح. انت بتختلف معاه في وجهات النظر، بتقول ده وجهه نظرك ديت يا شوبير غلط او وجهه نظرك ديت صح. ولكن اللي طلع عمله احمد شوبير في قناه النيل للرياضه، لا، هو ده دوره. هو قاعد على منبر اعلامي، قاعد على كرسي قدام كاميرا بينتقد. فانا حتى مستغرب لقرار المسؤولين في قناه النيل للرياضه بايقاف احمد شوبير بسبب التعليق اللي عمله ده. بس اللي حصل امبارح ده في قناه دريم مع الاستاذ وائل ابراشي ده خطا من الطرفين. ومن وجهه نظري ان اللي خسر اكتر فيها هو احمد شوبير. انت على المشهد الاخير، على المشهد الخلافي. بص، انا اتكلمت مع الكابتن احمد شوبير واكن له كل الاحترام، قلت له انا مش متفق معاك في حته انك تقوم او رشه الميه، ولكن قال لي بيتي واسرتي واهلي خط احمر، وانا متفق معاه. البيوت والاعراض والاولاد والزوجه ما ينفعش الحديث فيه. بس برضه للامانه احمد الطيب ما اتكلمش في عرض. احمد الطيب لما كان بيتحدث في المساله دي كان بيرصد خبر او بيرصد معلومه هو بيقولها.
معلومه بس عارف يا خاصه محمد، ما بالسفر. ينفعش تقول ايه، انا بكلمك في نقطتين. بكلمك انت ليه قلت كده وكنت تقصد، وليه الكابتن احمد شوبير عقب وقال عليك كذا. مش هينفع تخش له، اصل انا ده عرض بس عليه عرض المفروض بعيد. انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده كتير كابتن اصلا. شوبير رايح الاستوديو وعارف ان الكلام ده اتقال قبلها بيوم او قبلها بيومين، وبالتالي كان المفروض من وجهه لا، عارف يعني ان الكلام كان اتقال قبلها قبل ما يروح على الهوا. لا متقال لا، قبلها، لا، متقال لا. قبلها. احمد الطيب قايل الكلام دوت في بعض القنوات واتنشرت على المواقع قبلها بيوم وانا قاريها بيوم. وقالوا قبل ما يجي. قبل ما يجي. وبالتالي الكلام دوت المفروض ان هو معروف بالنسبه للكابتن احمد شوبير. طيب. ولو انت عارف ان ده هيعمل مشكله ما خلينا تروحش. بعيد عن الاسماء، عشان انا طبعا يعني طالما نجيب اسماء ناس من حقهم ندخلهم يتكلموا، انا مش هعمل ده، لان انا مش عايز ادي على القصه دي سبوت اكتر من اللازم، لان انا كنت ضد ان القصه دي يتحط عليها سبوت كبير. لا هو لكن بقينا في حدث. شئنا ام ابينا ده حدث فرض نفسه. ما فيش حد في أنا مصر ما معاك. بيتكلمش الا على الموضوع انا ده. معاك. وللاسف الشديد اساء يعني الربع ساعه اللي حصلت دي واللي متداوله على اليوتيوب دلوقتي اساءت لكل الاعلام المصري. ماشي. سواء الرياضي او غير الرياضي. عشان كده انا طلعت بقول يا جماعه احنا بنعتذر لكم. ده مش الرياضه بس، ده طبعًا. كل الاعلام. طبعا. ليه؟ لان اصبح الانطباع ان هو ده الاعلاميين. طب احنا بنبص على المشكله والعفريت عمل ايه، ما بنبصش ليه اللي حضر العفريت. ما هو انت النهارده مع احترامي انا يعني نتخانق انا وانت وبعدين نطلع نعتذر ان احنا انا كنت حابب الكابتن شوبير عنده خبره كبيره جدا جدا جدا. انا ممكن اقع في الفخ ده كويس. يعني ممكن اروح البرنامج واتخانق، ما عنديش خبره. اي حد ممكن يروح وما عندوش خبره، انما احمد شوبير بقاله 25 سنه او 20 سنه شغال في الاعلام. واحنا دايما بنقول احمد شوبير هو اللي طلع كل الناس اللي قاعدين او اغلب اغلب الاعلاميين. ده اللي بيحز فيه، لانه هو شايف ان اغلب الاعلاميين اللي قاعدين في استوديوهات طالعين من خلال احمد شوبير. كويس. سواء لما كان في قناه دريم أنا او في قناه انا ما اعرفش، انا اقولها لك كده، بس انا اقولها لك كده بصفه ان انا راجل صعيدي. لما تلاقي حد بيتكلم على اولادك متفق معاك ايا تماما. كان أنا ما انت مش هتشوف. انا ما بقولش انت مش هتشوف غصب عنك. على فكره انا بوجه اللوم، انما اللوم معلش انت بتتكلم في موضوع ما ينفعش بقى يعني. احنا اتفرعنا، وعشان برضو ندي الكابتن احمد الطيب حقه. كابتن احمد الطيب انا من وجهه نظري شفت اللي قاله في ماتش الزمالك اثاره للفتنه. لا ده ما فيش فيها ما فيهاش جدال. ده اثاره للفتنه وما كانش صح ان يتعمل، وخصوصا في التلفزيون المصري. وبعدين ولو لو كان في رجعت لفت كل نظر ماتشات على فكره، ولو كان في لفت نظر بيوجه لاحد الاطراف كان يوجه للكابتن احمد الطيب بسبب اثاره الفتنه، ولكن لا يتم توجيه اي لفت نظر لاحمد شوبير في الموضوع لما علق عليه، لان احمد شوبير وظيفته ان هو اعلامي ووظيفته ان هو ناقد. وبالتالي من حقه ان هو ينتقد اي شيء خطا زي ما احنا بنتكلم كده بالظبط. انا تابعت كام ماتش للنادي الاهلي بصراحه، وشفت الكابتن احمد الطيب ليه تلميحات وتعبيرات ما كنتش بهضمها وانا بس مش عارف ليه. ما جت الموضوع الاخير ده في الزمالك ما حسيتش ليه الزج في الماتش ده بالاهلي وليه الماتش بالزمالك وليه. وانا خايف اللي احنا بنتناقش فيه ده على قناه الاهلي يعمل حاله من الاثاره. لكن احنا بنتكلم برضه يا جماعه والله ما عايزين لا نعمل لا اثاره ولا نعمل فتنه ونقفل احنا الملف ده على نفسنا طول. ان المنظومه كلها تبقى منظومه متكامله، وتبقى المنظومه كلها فيها هدوء وفيها استقرار. من ضمن افراد المنظومه في الرياضه هو المعلق، لان لو بتتكلم على اللعيب او المدير الفني او النادي او الصحفي او الناقد الرياضي او الاعلامي بالزبط. المعلق ده من ضمن المنظومه اللي موجوده في المجال الرياضي. انت زملكاويه كتير كانوا بيعلقوا في الكابتن لطيف، ما حدش كان. الناس بتستمتع بالكابتن محمد لطيف طبعا. المرحوم احمد عفت بيستمتعوا بيه، حماده امام الله يرحمه طبعا. ناس كتيره جدا. كابتن حماده امام عمره ما عمل فتنه بالاهلي والزمالك. طب عايز اقول لك حاجه، كابتن شوبير ما هو علق عمره ما عمل فتنه بالاهلي والزمالك. ميم الشربيني. كابتن مدحت شلبي عمره ما عمل فتنه بالاهلي والزمالك. ميم الشربيني راجل اهلاوي كابتن النادي الاهلي وبيعلق على ماتشات اهلي وزمالك، والزملكاويه بيحبوا يسمعوه قبل ما الاهلاويه يحبوا يسمعوه. يعني اذا المساله انت بتتكلم على خلل معين، خدت بالك من حقك ان انت تنتقده بدون انت بتتكلمش على فتنه او يعني قصه. عشان كده انا كنت متعجب للي كانوا بيقارنوا في ساعتها بالموقف شوبير وموقف احمد الطيب، طبعا مع حفظ الالقاب للاثنين. ان شوبير ناقد واعلامي من حق ان هو ينتقد زي ما احنا بننتقد بالظبط، عكس احمد الطيب اللي هو من وجهه نظري يعني ايه خرج عن دوره محدد. يا محمد هيحلل الماتش هيقول فلان وفلان القصه رايحه فين وجايه منين. بس اللي حصل امبارح خطا من الطرفين، الاطراف الثلاثه. خلينا نتكلم الاعلام المصري
كله بلا استثناء هو الخاسر الوحيد فيه، لان صوره الاعلام اتهزت عند الراي العام بغض النظر عن معاك. الاسباب، أنا متفق وبغض النظر معاك. عن اي حاجه أنا متفق حصلت، معاك. لان احنا نفسنا الامور تهدى وما يبقاش الاعلاميين طرف في اي مشكله. طيب انت هتشاركنا في الهاشتاج بتاعنا لا للتعصب لا للفتنه، كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض يا هو جماعه؟ مفيش حد طبعا يكره البتاع ده، ولكن تطبيقه على ارض كويس. الواقع. على فكره كابتن شوبير الاسبوع اللي فات كان كاتب مقاله في المصري اليوم: الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها، على فتنه التعصب. كان قبل موضوع حسام غالي واسامه نبيه، وهو اللي كان بينتقد بشده الحاله اللي حصلت والازمه اللي حصلت واثاره المساله وتحويلها لمشكله بين النادي الاهلي وبين نادي الزمالك لمجرد خلاف بين لعيب ومدربه في وده اللي هو لحقوا على الهوا وقال يا جماعه خلوا بالكم، واتكلم فيها ولحقوا على الهوا. ولكن للاسف الشديد هو وقع في الفخ بتاع يعني ايه، يعني للاسف ما كنتش اتمنى ان هو انه يظهر بهذا الشكل. تمام. لان تمام. انا يعني ايه، احمد شوبير بينتقد الالتراس في خروجهم عن النص. تمام. وبينتقدهم في الخناقات او البتاع العنف او الكلام دوت. وفي مسؤولين في انديه برضه بينتقدها علشان اللي هي بتخرج عن النص، فما ينفعش ان هو كمان يبقى من الناس اللي خرجت عن اكرر لك تاني، عندما تعرض بغض النظر لاسرتك، بغض النظر انا متفق معاك. يتعرض لاسرتك القصه، انت الموضوع عندك لازم يختلف. يا ايهاب انا جاي لك في الكلام. بغض النظر عن السبب اللي دفعه ان هو يعمل كده، لكن الشكل كان وحش. كنت اتمنى ان هو يتمالك اعصابه او ما يروحش الحلقه دي، ولكن في النهايه المردود سلبي على الاعلام المصري. تمام، انا معاك، واقف عند المردود سلبي على الاعلام المصري كله. عشان كده بنقول يا جماعه لا للتعصب لا للفتنه. في هذا التوقيت بعض الانديه في نادي الزمالك مع رئيس